تخيل معايا كده شاب وسيم لدرجة إن كل البنات بتجري وراه، عايش حياته كأنه ملك الدنيا، وفجأة يلاقي نفسه داخل في دوامة مشاكل، أسرار وناس عايزة توقعه بأي طريقة، من تنمر لخيانة لمواقف تخليك تقف على أعصابك. القصة دي مش بس عن الحب، دي عن القوة، عن المواجهة، وعن واحد قرر يثبت لنفسه وللكل إنه مش مجرد اسم مشهور، ده بطل حقيقي. ولو لسه مش عامل لايك واشتراك، مستني إيه؟ دوس لايك حالا واشترك في القناة عشان نوصل لتحدي جامد جدا. عايزين نوصل ل2000 لايك، وقربنا نوصل ل20,000 مشترك، وده هيحصل بيكم انتم. تشيتوس ده واحد جامد موت، وسيم بشكل مش طبيعي، شبه العمالقة، ومش في دماغه خالص حوارات البنات ولا عايز يبقى عنده حبيبة. بس الدنيا مش سايباه في حاله. أول ما السنة الدراسية الجديدة بدأت، البنات الأشهر في المدرسة بقوا بيعترفوا له بحبهم واحدة ورا التانية، وهو بدل ما يتهز أو يفرح قرر يكسر قلوبهم كلهم من غير تردد، وكأنها بداية مغامرة جديدة في حياته، وإحنا بنمشي معاه وهو شايف نفسه محور الكون، عايش بطريقته الجميلة وبيساعد الناس اللي حواليه. وفي يوم وهو ماسك موبايله وبيقلب، جات له زميلته اللطيفة يوا تسلم عليه وتسأله بيبص على ايه، فوراها بوست من حساب مجهول بيشتم فيه وبيقول عليه بتاع بنات، بيكلم كل الحلوين في المدرسة وكمان أمهاتهم وجداتهم. الكلام ضايقه، بس يوا هدته وقالت له إن أغلب الناس بتحبه والكلام ده هيختفي لوحده. وبعدها راحوا قابلوا شلتهم المشهورة اللي كلها ناس حلوة وشباب جامدين، وقعدوا يضحكوا ويهزروا. بس تشيتوس لاحظ إن في طلاب متضايقين من وجودهم زي أي شلة مشهورة، لكنه قال في نفسه إن الكارهين دايما هيكرهوا. وفجأة دخل المدرس بتاعهم وعرف نفسه باسم كوروبا، وتشيتوس عارفه إنه راجل كسول، بس الطلبة بتحبه عشان روحه الخفيفة. وبكسل طلب من تشيتوس يختار ممثل الفصل، لكن قبل ما يعمل كده شلته سيطروا على الموقف وقالوا هو هيبقى الممثل، وهو وافق. ويوكو صاحبته الجميلة دخلت وقالت تبقى نايبته رغم إنها مش أذكى حد، بس الكل وافق، وبقوا هما الاتنين مسؤولين عن الفصل. وفي الغدا قابل كورا اللي وراه صورة طالب اسمه كينتا، واحد منطوي وبيحب الأنمي وغايب بقاله فصلين، وطلب من تشيتوس يرجعه. ولما سأله ليه هو قال له إن الطلبة بس اللي بيفهموا بعض، ولازم يعرف ليه كينتا غايب ويرجعه. وتشيتوس حاول يرفض، بس كورا فكره بغروره إنه عايز يبقى بطل يقدر يعمل كل حاجة، فوافق عشان سمعته ما تتأثرش، وقال لنفسه إنه لازم يكمل طريقته في العيشة الجميلة. تاني يوم استنى يوا بعد المدرسة، ولما وصلت رجعت تحط ميك اب عشان تبقى في أحسن شكل قدامه، وسألته ليه اختارها، فقال لها إنه قليل اللي بيكرهوها. ووصلوا بيت كينتا وأمه استقبلتهم، ولما عرفوا سبب الزيارة دخلوهم له. حاولوا يكلموه من ورا الباب، لكنه سخر من تشيتوس وقال عليه زوس المدرسة اللي بيكلم أي حاجة بتتحرك، فغضب. وتشيتوس ويو هدته، ولما يوا كلمته شتمها وقال إنها واحدة من البنات اللي معاه، فغضبت هي كمان. وتشيتوس حاول يغير الجو واتكلم عن الروايات، لكن كينتا قال له إنه بيمثل وذكر عناوين غريبة وهم اعترفوا إنهم ما قروهاش. ويوا طلبت ترشيحات، لكنه سخر منها وقال لها تهتم بنفسها، فحسوا بعداء ومشيوا. وفي الطريق تشيتوس فضل يفكر قد إيه كينتا بيكرهه. بالليل قرر يجرب خطة جديدة وجاب يوكو معاه عشان وجودها يفرق. ولما رجعوا بيت كينتا طردوا تاني، ولما عرف إن يوا مش معاه قال إنها مش مهتمة، لكن تشيتوس دافع عنها. ويوكو عرفت نفسها فاتهمها إنها عايزة تقرب من تشيتوس، وهي اعترفت إنها فعلا عايزة تبقى رقم واحد عنده. وفجأة يوا فهمت حاجة وسألته إذا كان بطل يجي المدرسة عشان بنت رفضته، وهو أكد ده وقال إنه زي يوكو بيحاول ياخد اهتمام تشيتوس، لكن يوكو قالت إنها هتكسبه. وتشيتوس طلب منها تنزل، وطلب من كينتا يفتح، لكنه رفض فمشي. لكن كينتا اعترف لنفسه إنه كان يتمنى يبقى معاهم. وفجأة شاف ظل عند الشباك لقاه تشيتوس، كسره بمضرب وقال له بابتسامة يخرجوا يشوفوا حاجة مشتركة بينهم. كينتا قال له ده جريمة، لكنه طمنه وقال إن أمه وافقت، وقعد قدامه وقال لازم يتكلموا بصراحة. وساعتها كينتا طلع كل اللي جواه، وقال إنه بيكره المشهورين اللي بيبصوا للي زيه باحتقار، وإنهم مشهورين بس عشان شكلهم أو رياضتهم. لكن تشيتوس قال له إنه غلط، وإن حتى أصحابه بيتعبوا عشان يوصلوا. وكينتا قال إنه مستحيل ينافس الناس الموهوبة، فالموضوع مفيش فايدة منه. لكن تشيتوس قال له يثق في نفسه، وبدأ يعلمه يتكلم أحسن ويسأل ويسمع. واتكلموا عن الروايات، وكينتا مش مصدق إنه بيحبها، لكن تشيتوس أكد وشرح قصة بالتفصيل. فكينتا اتصدم وسأله ليه بيعمل كده، قال له لأنه بيكره الحكم على الناس من غير فهم، وده اللي كينتا عمله. وقال إن التواصل الحقيقي بيبدأ بمحاولة الفهم، وده اللي يوا ويوكو حاولوا يعملوه. فكينتا اكتشف إنه عمل نفس اللي بيكرهه. وبعدها تشيتوس مسك كتاب وحكى قصة عن واحد موهوب ووسيم وبيكلم البنات وبيجتهد، لكن الناس كرهته عشان مثالي. ولما حاول يقلل نفسه كرهته أكتر، لحد ما مدرس قال له يتقبل نفسه ويقود غيره، فبقى يعيش بحرية وجمال. وكينتا سأله القصة دي عن مين، قال له عن نفسه، فقال له بلاش غرور، لكنه
واعترف إنه كان شايفه شرير من غير ما يعرفه. وتشيتوس قال إن الناس بتبالغ في كل حاجة، وكنت قال إن حياته سهلة، فرد عليه إن اتهامه إنه بتاع بنات بيضايقه، وكنت قال إن دايما في ناس هتقلل منك. وتشيتوس وافق وقال يركز على نفسه، وكنت قال له إن المواعدة سهلة ليه، قال له أحيانا بتبقى معقدة لما أصحابه يقعوا فيه. وبعدين كنت حكى قصته إنه اعترف لبنت في نادي الأنمي ورفضته عشان مش فتى أحلامها فكرهها والكل، وتقربوا من بعض، ويوكو بره كانت مرتاحة إن الأمور اتحسنت. وبعدين فكروا يعملوا إيه؟ قال إنه مش بيحب ميكي بس عايز يبقى مشهور ويطلب مساعدة تشيتوس. في الأول رفض وقال له يتحمل مسؤوليته، لكنه وافق يساعده 3 أسابيع وسأله هدفه، قال له يثبت نفسه لميكي واللي ضايقوه ويشجعه، لكن كنت خايف يقابل البنات. وتشيتوس هزر وقال له ما جربش الإحساس فحمسه، وكنت صرخ إنه هيعمل كده. وبعدها اعتذر لأمه ويوكو سامحته وقالت له محتاج يستحمى وساعدته إنه يقص شعره. وتشيتوس قال أول خطوة تغيير شكله ونظامه، وأخد موبايله ومنعه من السوشيال ميديا عشان يفهم إن الكراهية من ورا حسابات وهمية غلط. وبعدها قعد مع يوكو اللي كانت مبسوطة، وهو قال إنه بس ساعده يتحرك، وهي مدحته وقالت إنه سهل يتحب، وطلب منها ما تفتحش الماضي، لكنها قالت إنها لسه مستنية يفتح قلبه. تاني يوم كنت كان متوتر يرجع المدرسة، لكن تشيتوس قال له ده أول خطوة للتغيير. ولما دخلوا الفصل عرفه بهزار وقال عليه لقب غريب، وهزر إنه غاب عشان اترفض، وكنت اتوتر، ولكن قال له الضحك بيكسر التوتر، وأصحابه كملوا هزار والكل ضحك. وتشيتوس فهمه الفرق بين الهزار والإهانة. ولما المدرس شافه رجع فرح وادالهم وقت يساعدوه. وفي الغدا البنات استغربوا أكله، قال إنه دايت عشان يتغير، وحكى قصته مع ميكي اللي اختارت حد تاني، وحتى لما اعترف رفضته وكسرته. وتشيتوس قال إنها شتمته، فالكل دعموه وقالوا إن اعترافه كان شجاعة كبيرة. لكن بعد شوية كازوكي صاحب تشيتوس شده على جنبه وسأله هو إيه اللي خلاه فجأة يدخل واحد جديد زي كنتا في شلتهم، وحذروا إن واحد زي كنتا مش هيتغير بسهولة كده. بس تشيتوس رفض الكلام ده وقال له إنه مؤمن إن كنتا يقدر يبقى أحسن. وبعد كده على سطح المدرسة قعد تشيتوس مع كورا اللي مدحه، وقال له إنه خلص المهمة بسلاسة. بس تشيتوس سأله سؤال غريب، قال له يعني إيه الواحد يعيش لنفسه بجد؟ كورا سكت لحظة، ولع سيجارة وقال إن الناس كتير بتشك في نفسها وفي قراراتها، وعشان كده بيقارنوا نفسهم بغيرهم أو بيحاولوا يقللوا من غيرهم. وقال إن الحياة الحقيقية إنك تمشي ورا بوصلتك أنت من غير تردد. الكلام ده خلى تشيتوس يفكر هو لسه ماشي في الاتجاه الصح ولا لأ. وبعد المدرسة وهو ماشي شاف أوكا قاعدة لوحدها بتقرا كتاب، والمشهد ده رجعه لأول مرة شافها فيها السنة اللي فاتت. وقتها كان ماشي وشاف ولد صغير بيتضرب من 2 وكان هيتدخل، بس فجأة بنت شعرها فضي نطت في المية وكانت أوكا، وضحكت وقالت عايزة تشارك اللعب، وبدأت ترش مية وتحول الموقف كله لعبة لطيفة. حتى دعت الولاد التانيين وكلهم في الآخر بقوا بيضحكوا ومشوا أصحاب، وهدومها اتبلت وكانت جميلة بشكل ملفت. ولما شافته بيبص عليها وهي مبلولة ضحكت وغزته، وهو اداها فوطة وسألها ليه ما عملتش الصح وسحبت الولد ووبختهم. قالت له إنها فضلت الكل يمشي مبهدل بس مبسوط بدل ما يتخانقوا، ومن ساعتها وهو مشدود ليها. نرجع للحاضر، أوكا قالت له إنه شكله مثالي بس ناقصه حاجة من جواه، وسألته لو هي وبنت تانية بيغرقوا وهو معاه مركب صغير لشخصين بس هينقذ مين؟ وقبل ما يرد قالت إنها هتنقذه هو عشان بتحبه أكتر من أي ولد. هو ضحك وقال اعتراف وحش. قالت له مش اعتراف، وقالت إنه مش هيختار بينهم بل هيحطهم هما الاتنين وينقذهم ويضحي بنفسه عشان ده الأجمل. هو ضحك وقال مستحيل يعمل كده، لكنها أصرت إن ده طبيعته وسكتته بكلامها. عدى أسبوع وقرر هو ويوكو ياخدوا كنتا يشتري هدوم جديدة، ودخلوا محل صغير وكنتا جرب نظارات كتير. وبعدها يوكو اقترحت يروحوا مطعم عشان كنتا عنده ميعاد مع أصحابه القدام. وقعدوا كنتا ورا تشيتوس رسائل على موبايله. ميكي البنت اللي كان بيحبها كانت بتتريق عليه، والجروب كله بدأ يتكلم بعد ما هو خرج. وتشيتوس استغرب من الموقف، ويوكو سألته هو عايز يوصل لإيه من ناس سابوه. قال لها عايزهم يشوفوا قد إيه اتغير. فجت لها فكرة، طلبت من الجرسون يصورهم، ولما كنتا شاف الصورة اتفاجئ من شكله الجديد. ويوكو قالت إنهم باينين أصحاب قريبين، وتشيتوس فكروا إنه لازم يفتكر مجهوده ويكمل. وكنتا وعد نفسه إنه مش هيضيع تعبهم. وتشيتوس من جواه اعترف إنه اتغير فعلا وبقى شخص جامد. وبعد كام يوم في المدرسة حصلت مشكلة، شوية طلبة ضغطوا على كنتا وسألوه إزاي واحد زيه يمشي مع تشيلة تشيتوس، ويوكو حاولت تدافع عنه لكن شتموها هي كمان. وتشيتوس كان بره سمع مع يوزوكي وكازوكي وطلب منهم يساعدوه عشان الموضوع ممكن يبوظ كل حاجة. دخلوا الفصل بهدوء، وتشيتوس راح للمتنمر وقال له إنه مش فاكره، فالولد اتضايق وقال له إنه كان ضده في ماتش قبل كده واسمه يومورا. وكازوكي راح لبنت اسمها اياسي ولفت انتباهها بسرعة وقالت له يسيبوا البنات التانيين ويمشوا معاها. ويومورا سأل تشيتوس ليه ماشي مع كنتا، فرد ببساطة إنه بيمشي مع اللي هو عايزه حتى لو كان كنتا. وكازوكي حاول يهدي الجو، بس يومورا قال إنه بيكره ناس زي تشيتوس اللي بتنجح من غير فشل، وقال إن كنتا مضيعة وقت، وساب راس كنتا وكنتا توتر. وبعدها سأل تشيتوس يعمل إيه قدامهم، قال له طول ما هو مؤمن بنفسه كلامهم مش هيأثر. وفي الطريق تشيتوس فضل يفكر، حاسس إنه مسؤول عن كنتا وخايف يتأذي. وفجأة ظهرت هارو ودعته يخرجوا. راحوا الملعب وبدأوا يتمرنوا واتكلموا عن ماضيه في البيسبول وليه سابه، وهو حاول يبين إنه مش فارق، لكنها كشفت كذبه ولعبوا
ولعبوا سلة وتحدته، لو خسر يقول لها إيه اللي مضايقه، ولو هي خسرت تجاوب سؤال محرج وتشتري أكل. وبعد لعب طويل هي كسبت وشجعته يتكلم، وقال إنه قلقان على كنتا وخايف خطته تفشل وعايز يساعد أكتر، فقالت له إنه غبي لأنه عمل كل اللي عليه ولازم يثق فيه زي المدرب. وقالت إن قلقه زيادة إهانة لإصرار كنتا. وبعدها تشيتوس كلم يوزوكي في التليفون، كانوا بيهزروا ويمثلوا، وسألته ساعد كنتا ليه؟ قال عشان كورة، لكنها قالت لأ لأنه شخص مش بيقدر يسيب حد محتاج. وقالت عليه عنده عقدة المنقذ، وهو اتفاجئ لكنه حس إنها صح. وبعدين قالت له إنه مدين ليها، ولما سألها طلبت يبقى حبيبها هو اتصدم، لكنها قالت إنها اندمجت في الهزار، وهو كمل هزار وسألها سؤال محرج، وهي ردت بوصف خلاه يفكر طول الليل. وبعد أسبوع قربت نهاية ال3 أسابيع، وتشيتوس قال لكنتا إنه هيوري الكل قد إيه اتغير، لكن كنتا قال إنه مش متأكد عايز يثبت حاجة أصلا. وفي نفس اليوم لعبوا كورة، ويومورا تحدى تشيتوس، والخسران يعمل حاجة محرجة، وتشيتوس وافق. وكنتا كان متوتر جدا، لكن قال له استرخي كده وهيمرر له الكورة. وكنتا قال إنه وحش في الرياضة، قال له مش مهم، وبدأ الماتش. وتشيتوس وكازوكي شايلين الفريق وبيحاولوا يدوا كنتا فرص، لكنه بيفشل والناس بتضحك وثقته بتتهز. وتشيتوس لاحظ إنه بياخد الموضوع بجد زيادة، وكان عايزه بس يشارك، لكن كنتا بقى حساس، وفي آخر هجمة رفض يتحرك. وتشيتوس شاط وسجل جون جامد، بس خسروا وهو عمل العقاب. ويومورا قال كلمة لكنتا أثرت فيه. وبعدها يوكو وتشيتوس كانوا بيهزروا على أدائه من غير نية سيئة، لكن كنتا سمعهم وافتكرهم بيتريقوا وواجههم. وتشيتوس قال له ده هزار عادي، لكنه زعل أكتر وقال إن يومورا كان صح وإنه مجرد نكتة. ويوكو حاولت تشرح لكنه رفض وقال بكرة آخر يوم، وطلع غضبه وقال إنه اتفضح وهو مش بيعرف يلعب. وتشيتوس خطف الأضواء، ويوكو اتعصبت وقالت له بعد كل ده المفروض يعرف إنهم مش بيضحكوا عليه. كلامها خلاه يتردد، وتشيتوس قرب واعتذر إنه عدى الحد، وكنتا حس بالذنب وجري. وتشيتوس نده عليه وقال له إنه لسه مؤمن بيه. وبعدها في الطريق يوكو قالت له إنه بطل، وهو قال مش بطل، لكنها أصرت وقالت إنها واثقة فيه. وفي نفس الوقت كنتا رايح للمطعم وهو حاسس بالذنب وخايف يكون خسرهم، لكنه قرر ما يضيعش تعبهم. ولما دخل شاف ميكي مع 2 شباب كانوا بينافسوا عليه، واتفاجئوا بشكله الجديد لكن سخروا منه. وهو افتكر نصايح تشيتوس وفضل هادي وقال إنه عايز يبقى اجتماعي أكتر. ضحكوا عليه وقالوا مش هيبقى منهم، لكنه ثبت نفسه وقال عايز يرتاح مع نفسه. وقعدوا، لكن الإهانات استمرت، وقالوا إن المكان مش ليه، وإنهم كانوا أحسن من غيره، وإن شكله ده تمثيل. وهو قال إن صحابه ساعدوه، وده فاجئ ميكي وسألته نسيها. قال لها إنه مش هيتدخل في علاقتها مع رين، فزعلوا أكتر. وهي قالت إنها كانت طيبة معاه شفقة، وحاولوا يقنعوه إنه صحابه بيستغلوه زي غيرهم. وفي اللحظة دي كنتا فجأة استوعب حاجة مهمة. الطريقة اللي كانوا بيتكلموا بيها فكرته بنفسه زمان لما كان شخص مليان مرارة ومهزوز وبيحكم على الناس بسرعة. وبرغم كل ده تشيتوس هو اللي مد إيده ليه وساعده. لكن رين فجأة كشف حاجة قاسية جدا، قال له إنه هو بيحاول يقرب من ميكي، كان هو بالفعل مخليها تناديه بكلمة بابا كل يوم جمعة في السر. وكمل وقاسى عليه أكتر لما وراه رسايل على موبايله بتثبت إن كل كلمة حب كنتا كان بيبعتها ميكي كانت بتبعتها له هو، وهما الاتنين كانوا بيضحكوا عليه. بل وكمان اعترف إنه هو اللي كان بيكتب لها الردود، يعني كنتا كان بيحب كلام مش منها أصلا. الحقيقة ضربته زي الصعقة، وفهم إن أول حب في حياته ما كانش حقيقي من الأساس. وهما بيضحكوا عليه حس إن كل حاجة بتقع فوق دماغه، وفي اللحظة دي فهم إن ده نتيجة إنه بعد عن الناس اللي كانت بجد مهتمة بيه. عقله بدأ يرجع لقديمه وكان عايز يهرب، يقفل على نفسه تاني ويختفي من الدنيا. وتخيل نفسه بيعتذر لتشيتوس ويوكو إنه فشل، لكن فجأة افتكر كلام تشيتوس وكأنها إشارة. ظهر تشيتوس جنبه وقال له إنه هنا علشان يوفي بوعده ويقف معاه. الكل اتفاجئ من ظهوره المفاجئ، وهو عرف نفسه إنه زميل كنتا وأخوه من أم تانية، وسأله لو ينفع يقول كده، وكنتا وافق وقال له إنه طيب بزيادة. رين حاول يقلل منه وقال إنه مجرد واحد غريب، لكن تشيتوس تجاهل وقال إنه ناوي يروح معاه فعاليات زي الكوميكون. وإيده على كتفه خلت كنتا يفهم حاجة مهمة، إن مهما الناس انتقدت تشيتوس عمره ما بيسيب حد، وده جزء من شخصيته، وكنتا بقى يقدره جدا. رين حاول تاني وقال إنه مهووس وهيتصرف كده مع أي حد قريب منه، لكن تشيتوس فضل هادي وسأل ميكي إذا كانت حبت كنتا فعلا، ولما قاله لأ بص له وقال له إنه كده عمره ما خسر حبه الأول لأنه ما كانش موجود أصلا، وقال له ما يضيعش مشاعره على ناس زيهم ويوجهها لحد يستاهل. رين اتعصب وقام يتخانق، لكن تشيتوس قال لهم إن هم اللي بدأوا لما هاجموا صاحبه، وهم قالوا إن كنتا ما يستاهلش وقته وإنه هيسيبه. رين صرخ إن اللي زيه عمره ما هيتغير، وهنا تشيتوس أخيرا انفعل وقال إن كنتا خد أول خطوة للتغيير، وإن التقليل من غيرك بدل ما تطور نفسك هو اللي بيحبسك في مكانك. الكافيه كله سكت وكنتا واقف ودموعه بتنزل، والأول مرة شاف تشيتوس مش بس واحد بيضحك، لكن حد بيقف عشانه من غير تردد. وفي اللحظة دي شاف طريق جديد قدامه وسبب يكمل. وفجأة وصلت يوكو، وبوجودها بس الجو هدي، سلمت عليه ولعبت في شعره وورت الكل إنه مش لوحده. وبعدين بصت للباقي وقالت كفاية لحد كده، وسألت كنتا لو عنده حاجة يقولها قبل ما يقفل صفحة الماضي، وبتشجيعهم أعلن إنه هيتقدم ومش هيرجع لورا، وبكده قفل حياته القديمة
منها. وبعدها التلاتة رجعوا سوا، وتشيتوس ويوكو طمنوه إنه عمل الصح، وتشيتوس قال إنه يتمنى الباقي يكونوا اتعلموا حاجة، وفكروا إن ال3 أسابيع خلصت. كنت افتكر لحظة اقتحامه القط وقال إنها كانت بداية فتح قلبه، ووعد يبدأ طريقه، وطلب لو بقى حد يستاهل يقف جنبهم يقبلوه صاحب، وشكرهم وقال إنه عمره ما هينسى الوقت ده. وهم ضحكوا، ويوكو قالت له إنه فاهم غلط، إن الاتفاق خلص كمرشدين بس مش كأصحاب، وإنه بالفعل صاحبهم، وده خلاه مبسوط بجد. وبعدها تشيتوس قابل أوكا وحكى لها كل حاجة، فقالت له دي قصة جميلة، وإنه هو كمان اتغير شوية وبقى بطل بشكل مختلف، بقى دافي مع الناس وقاسي على نفسه. وهو قال لها إنها هي البطلة، لكنها رفضت وقالت إنها عادية، وسألته عن خططه للأسبوع الذهبي. هزر وقال لها يخرجوا سوا، وافقت الفكرة بس رفضت بلطف تكمل العلاقة عشان ما تتغيرش. تاني يوم راح يقابل صاحبه، لقى يوزوكي بس بدري زيه. قعدوا يهزروا وفجأة جت وقالت له يبقى حبيبها، وقالت إنهم شبه بعض ولازم يبقوا سوا. وهو سألها ليه، قالت عشان هو وسيم لكنه عارف إنها أعمق، واعترف إنهم بيخفوا نفسهم، وده خلاها تصر أكتر، لكنه كشف لعبتها وقال مش هيصدق بسهولة، وده خلاها تحبه أكتر. وبعدها اعترفت إنها حاسة إنه حد بيراقبها، وشكت في شباب من مدرسة مشهورة بالمشاغبين. وتشيتوس فهم ليه عايزة حبيب، وطلبت منه يمثل الدور ويحميها لو حصل خطر. وهو قال إنه مش بيخاف بس عمره ما اتخانق، لكنها قالت إنه أملها الوحيد، ولما تردد عرضت تعمل أي حاجة، لكنه وافق وطلب بس يلعب كورة تخرج طاقته. وبعدها قالت له إنه مش بيشجع البنات، قال لها إنهم مش بيحبوا يظهروا ضعفهم، لكن تقدر تعتمد عليه، وطمنها إنه هيظهر لما تناديه زي البطل. تاني يوم وصلوا المدرسة سوا، ويوكو استغربت، ويوزوكي أعلنت قدام الكل إنهم مرتبطين، والكل اتصدم. ويوكو رفضت وقالت إنها بتستغله، ويوزوكي ردت عليها. وبعدها تشيتوس شرح الحقيقة لأصحابه ودعموه، وحتى كورا قال له يخلي باله. وبعد المدرسة وهو مستنيها جت نازونا وسألته عن العلاقة، ولما أكد قالت مش مناسبين، وهو دافع عنها، وهي قالت بتحب تقول الحقيقة وطلبت رقمه ووافق. ولما يوزوكي خلصت مشيت بسرعة، وجت مع هارو اللي قالت إنها ضيعت حاجتها وعايزة تبقى ريحتها حلوة، فاتكسفت وسكتتها. وفي الطريق اكتشفوا إن حد سرقها من الأوضة، وهو هزر وهي اتكسفت، واقترحوا يخرجوا في ديت حقيقي، لكنه قال لها تركز في الماتش ووعدها لو كسبت يخرجوا، وده شجعها وشكرته من غير ما تقول ليه. تاني يوم في المكتبة يوا ظهرت بنضارة، وتشيتوس قال إنه خلاها تستخدم عدسات عشان جمالها، ويزوكي لاحظت. وبعدها شافوا شباب بره، فخافت وقربت منه، وهو قرر يواجههم لوحده. وهم طلبوا يتعرفوا عليها، رفض وقال إنها بتاعته، وسألهم لو هم بيراقبوها، فغضبوا. واحد حاول يبين هدوء بس ضغط على إيده، وتشيتوس ضغط أقوى، والموقف كبر، لكن أصحابه وصلوا فانسحبوا وهددوه بكبرهم. وبعدها قعدوا جنب النهر، وهي اعتذرت وعيطت، وهو غطاها وقال لها هيفضل معاها. ولما هديت قالت عايزة تاكل، فعرف إنها رجعت لطبيعتها، وعلمها حركة دفاع، وساعدته يلبس الجاكيت، وحطت راسها على ظهره وشكرته وقالت إنه كان عظيم. تاني يوم في الغدا تشيتوس سأل كنتا عن الشباب دول، قال ممكن يكونوا عنيفين أو بيحبوا يخوفوا البنات، واستغرب إنه عارف كده، قال له عشان بيقرا مش مريض. وفجأة جه ناروسي وطلب يقعد مع تشيتوس لوحده، لكنه رفض، فاعتذر لكنتا وسأل لو فعلا مرتبط بيوزوكي. وتشيتوس خمن إنه معجب بيها، واعترف إنه حبها من أول نظرة. وتشيتوس قال الحقيقة إنها علاقة تمثيل بس مش السبب، ففرح وطلب يعرف عنها، لكن رفض وقال ممكن يقع فيها، وهو قال عادي يخسر بشرف. وبعد الغدا كنتا خد تشيتوس لمعمل الأحياء وقفله جواه، واعتذر له بشدة على اللي هيحصل. جوه المعمل تشيتوس لقى يوا ويوكو مستنيينه، والاتنين كانوا متعصبين منه جدا بسبب اللي حصل، وفضلوا يزعقوا له إنه بيحط نفسه في خطر بدل غيره، وإنهم كمان عايزين يساعدوه هو ويوزوكي. وتشيتوس وعدهم إن ده مش هيحصل تاني، وطلبوا منه يأكد وعده بعهد صغير بإيدهم، وهو وافق. وبعد شوية وهو ماشي سمع صوت دندنة جميلة جاية من فوق السطح، فطلع ولقى أوكا قاعدة مسترخية هناك، قعد جنبها وقال لها عايز المعتاد، وهي فهمت على طول إنه محتاج يفضفض. وبعد ما سمعته وهو بيطلع كل اللي جواه، قالت له إن اللي يميزه جميل فيه إنه دايما فاكر إنه يقدر يشيل كل حاجة لوحده ومش محتاج حد، مع إن الحقيقة إن حواليه ناس كتير واقفة جنبه وعايزة تساعده. وفجأة دخلت يوزوكي تدور عليه، فعرفها على أوكا اللي أكبر منهم بسنة، وأوكا عرفتها وقالت إنها البنت اللي كان بيحكي لها عنها، ونصحتها إنها ما تبصش بعيد عنه لأنها شبهه جدا. ويوزوكي من فضولها سألته علاقتها بيه إيه. أوكا ردت بهزار غريب وقالت إنها زي أم كبيرة جذابة وهو شاب صغير، والكلام ده صدمهم وخلى يوزوكي تشك. وفي طريقهم للبيت يوزوكي قالت إنها متفاجئة إن في حد مميز زي أوكا في حياته، وتشيتوس حاول يقول إنها مش مهمة، لكنها رفضت وقالت إن ده بيوجعها إن في حد بيفهمه بسهولة كده. ولما حاول يرد وقفته وقالت إنها عارفة إنهم مش مرتبطين بجد، بس شايفاه شخص مميز حتى لو الشعور مش متبادل، وده جرح غرورها. وبعدها طلبت منه يمسك إيدها عشان يحسسها إنها مميزة، لكنه رغم إنه عارف إن ده الصح رفض. ولما وصلوا بيتها لقوا جواب مجهول، فتحوه لقوا صور ليها معاه ووشه متشخبط عليه كتهديد، وطلب إنهم يسيبوا بعض. ورغم الرعب حاولت تهزر وتبان قوية، لكن هو فهم إن ده مش هيدوم وقرر ينهي الموضوع بسرعة. بالليل كلم ناروسي وبدأ يحكي له عن يوزوكي، وسأله وقع فيها ليه، قال له عشان شكلها الأول، بس بعد موقف ساعدته فيه وهو واقع حبها بجد. فتشيتوس قال له يمسح الصور القديمة دي من دماغه ويتكلم
ويتكلم معاها بجد وبعدها يقرر. ومن ساعتها ناروسي بقى يكلمه كتير. وفي نفس الوقت تاني يوم كان ماتش مهم ليوزوكي وتشيتوس راح يشجعها ومعاه كايو، وفجأة اكتشفوا إن في مشكلة، لقوا إن جزمتها اتسرقت من أوضة اللبس وتشيتوس استنتج إن المراقب هو اللي أخدها ووعدها يلاقيها، وفعلا جري يدور ولأنه فاهم تفكير اللي ورا الموضوع رجع بالجزمة في الوقت المناسب. وهي لاحظت إنه اتجرح واتوسخ عشانها ولبست الجزمة وربطت شعرها وقالت له يتفرج لأنه هيشوف حاجة عظيمة، والمدربة خلته يتفرج معاهم وهو شكرها وقال كمان هيحتاج فلوس من ميزانية الفريق عشان يصلح المكان اللي لقاها فيه. ووافقوا واتفرجوا على الماتش وهي بتلعب جامد جدا لحد ما في آخر ثانية جابت التلاتة وكسبت. وبعدها تشيتوس كلم كايو واعتذر له ووعدوا يعوضوا، وظهر يومورا واتكلموا شوية، وبعدها هارو جت وهنته وقالت له عمل شغل جامد، وهو مدحها لكنها قالت إن يوزوكي لعبت كده بسببه وهو قال إنه بس بينفذ رهان. وهارو قعدت وحطت رجليها عليه وطلبت مساج، ولما رفض غزته وخلاه يوافق، وسألته لو كان هيعمل كده عشانها، قال لا لأنها كانت هتقول له يقعد، فزعلت شوية لكنه قال لها إنه مش هيدي يوزوكي مساج زيها. ولما سألته ليه قال هزار إنها أجمل. وبعدها راحوا ياكلوا ويتكلموا عن اللي بيحصل، وتشيتوس قال إن ممكن اللي ورا الموضوع من المدرسة، وهارو شكت في يومورا ونازونا وهو سكت. وبعد الأكل هزروا ويوزوكي اتضايقت شوية وبعدها لعبوا هوكي وهارو تحدتها، ولو خسرت يوزوكي تروح مع تشيتوس، فاتخانقوا جامد. وتاني يوم في الميعاد تشيتوس استنى يوزوكي اللي جات لابسة كيمونو جميل جدا وخطفته، وهو حاول يهزر وهي ردت عليه وبدأوا اليوم. مسكت ايده وهو المرة دي قبل ولفوا في المهرجان واكلوا ولعبوا، وهو افتكر زمان ومش مصدق دلوقتي انه مع اجمل بنت، ولعبوا سمك وهو اصطاد بسهولة وقعدوا يهزروا لكنه من جواه حاسس بحزن لان اللحظة مش هتدوم. واكلوا سوا واتبسطوا وضحكوا مع بعض، وبعدها راحوا شجرة حظ وحطوا ايديهم وهي بتتمنى وهو بيبص لها، وفجأة ظهر واحد من العصابة ووقعها وتشيتوس وقع فوقها وهي بترتعش والولد بيشتمها، ورئيسهم جه وبدأ يهددها ويعايرها، وتشيتوس جواه غضب رهيب لكنه افتكر وعده، فبدل ما يضرب صرخ وجمع الناس وقال انهم بيحاولوا يأذوا بنت، فالشرطة جت وهربوا، وهو ارتاح وقال لنفسه ان الرجولة احيانا انك تضحي بنفسك. تاني يوم قعد مع ناروسي اللي كان غيران واتكلموا عن غياب يوزوكي، وتشيتوس نصحه يكلمها بدل ما يفضل معجب من بعيد، وقال له حتى لو اترفض عادي يهزر ويعيط ويكمل حياته. فناروسي اتضايق وقال له انه سهل عليه لانه عمره ما حب بجد. تشيتوس حس ان كلام ناروسي ممكن يكون فيه جزء صح، لكن ناروسي بسرعه اعتذر وقال لنفسه ان تشيتوس اصلا بيحاول يساعده. وفي نفس الليله تشيتوس بعت ليوزوكي رساله يهزر معاها فيها، وقعدوا يهزروا شويه لحد ما يوزوكي حاولت تشرح وقالت ان اللي حصل في المهرجان ما كانش حقيقتها، وتشيتوس خفف الجو وسالها عن السمك اللي اصطاده لها وقال لها تقول لهم انها بتحبهم، لكن فجاه قلبت الموضوع وقالت له انها بتحبه هو، وهو قال لها تاخد بالها من كلامها عشان ممكن يفهم غلط، لكنها اكدت فعلا انها عايزه ده. وتحت تاثير اللحظه تشيتوس سالها بشكل مباشر تبقى حبيبته بجد، وهي رغم انها نفسها توافق رفضت وقالت لازم يحلوا مشاكلهم الاول، وده فرحه لانه فهم انها لسه على طبيعتها، وقال لها تيجي المدرسه بكره وهي وافقت. تاني يوم رجعت الفصل وتشيتوس كان مبسوط يشوفها طبيعيه، وفجاه يوا ونازونا دخلوا، ونازونا خبطت في ديسك يوزوكي ووقعت صور، وشافت صور الديت، ويوزوكي بسرعه غطتها، ونازونا استغربت ليه مخبيه علاقتها، وفهمت من وشوشهم ان يوكو ما تعرفش، فاتهمت يوزوكي انها بتلعب من ورا صاحبتها، وده خلاها تشوف انها ما تستاهلش تشيتوس. وبعد المدرسه راحوا مع كينتا ياكلوا رامن، وهو لاحظ التوتر ويوكو دخلت في الموضوع وسالت يوزوكي هي بتعمل ايه، ازاي ماسكين ايدين بعض وبيخرجوا وهم بيقولوا تمثيل، وسالتها ليه لازم تشيتوس مش ممكن كينتا او كايو، لكن يوزوكي قالت انها مش هتعرف تعمل كده، وساعتها يوكو فهمت انها منافسه ليها واعلنت ده بمصافحه، ويوزوكي حاولت تنكر لكن يوكو قالت انها عارفه تشيتوس اكتر يعني متقدمه، وده خلى يوزوكي تضحك وتقبل المنافسه. وبعدها يوكو بصت لتشيتوس وزعقت له انه سايب موضوع المطارد ورايح يواعد، وقالت له المره الجايه لازم يخرج معاها، وهو وافق غصب عنه. تاني يوم في الفصل الكل كان بيبص لهم، ونازونا بدأت تفضح يوزوكي وقالت انها مزيفه، وورت صوره قديمه ليها مع واحد من العصابه واتهمتها انها مش محترمه، ويوزوكي من الغضب اتهمتها انها هي اللي ورا كل ده وانها سرقت الجزمه وكانت مع العصابه، لكن نازونا نفت وقالت انها مش بتغدر ولو بتكره حد بتواجهه. ويومورا دخل وقال ان نازونا كانت بتحب الباسكت، ويوزوكي فهمت انها غلطت وجريت من الفصل، والمدرس دخل وكورا بعت تشيتوس وراها، لقاها قاعده في الضلمه مع صوت المطر، قعد جنبها وحاول يضحكها وسالها يعمل ايه عشان يوقف المطر، قالت له يغني، فبدأ يدندن بصوت جميل مش عشان المطر لكن عشان دموعها، ولما المطر وقف هي كمان بطلت عياط، ورجعت الفصل وهو فضل حاسس بالعجز. وبعد المدرسه كايو جري عليه وقال ان طلاب يكان محاصرين المدرسه، فخطط بسرعه وقال لاصحابه يمشوا وهو ويوزوكي يستنوا، لكن بعد ساعات لسه مستنيين فقرروا يمشوا، وعند البوابه العصابه اعترضتهم وتشيتوس وقف قدامهم وبدأ يستفزهم، واحد مسكه لكن فجأة كورا ظهر وفصلهم
وصلهم وضرب الولد بسهولة وقال إنه كان منهم زمان بس دلوقتي بقوا ضعاف وهددهم لحد ما مشيوا. وبعدها يوزوكي سألت نفسها هي غلطت وهو طمنها، لكنها طلبت تروح مع بيته عشان مش عايزة تبقى لوحدها. وفي البيت قعدوا ساكتين وهو نشف شعرها وقعد جنبها وهي قربت منه، لكنه وقفها وزقها وثبتها وقال لها ترجع يوزوكي القوية مش الضعيفة. فخبطته خبطة جامدة وهو اتوجع. وبعد ما هديوا قعدوا يتكلموا وقالت له عن ماضيها وازاي كانت قوية لحد ما زعيم العصابة حاول يسيطر عليها وضربها وضحكوا عليها وده عمل لها صدمة. وهو حضنها وشكرها انها فضلت قوية وهي عيطت على كتفه وشكرته انه علمها تستخدم عقلها مش العنف وشكرته انه بطلها. وبعدها هو طبخ وهي دخلت تستحمى وتهزر معاه، ولما عرفت انه جاب حاجات من نصايح بنات تانية غارت فظهرت له بشكل يجنن. وقبل النوم سألته لو بيحب حد وقال لها قصة بنت زمان وهي قالت انه كده فضل حب مثالي. ولما نامت هو فكر ان الحب زي عدسة وردية وتخيل انه هيفتكر الليلة دي كده. تاني يوم اختفت وقابل يوا اللي لاحظت اثر روج على رقبته واتهمته انه لعوب، لكنه قال لها مفيش حاجة. وفي الفصل يوزوكي بدأت تصلح غلطها واعتذرت لنازونا وشكرتها وقالت انها مش هتمثل مع تشيتوس تاني وهتواجه مشكلتها لوحدها. وبعدها تشيتوس كلم ناروسي وقال له انها نامت عنده فتفاجئ وسأله هل بقوا مرتبطين؟ قال له لا وشرح له كل حاجة. وناروسي حس انه مش قدها. وبعدها تشيتوس قابل اوكا وقعدوا وهي فضفضت انها محتارة تسيب المدينة ولا لا، وهو حس بيها لكنها زعلت انها ممكن تبعد عنه وسألته عن يوزوكي لكنه قرر ما يحكيش وقال انه بيجهز نفسه الحياة من غيرها. وفي الآخر كل واحد فينا عنده لحظة بيختبر فيها نفسه، يا إما يهرب يا إما يواجه ويثبت هو مين بجد. وتشيتوس اختار الطريق الأصعب، فهل أنت مستعد تختار زيه؟ لو عجبتك القصة ومستني باقي الحكايات الجامدة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، واستنوا دايما الجديد اللي هيكسر الدنيا.